السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معلش معذرة على الإضاءة، ان ممكن تكون او جودة الفيديو تكون مش جيدة نتيجة إضاءة مش جيدة، ولكن النهاردة في موضوع مهم عايزين نتكلم عنه او عايزين نتناقش فيه بسرعة كده، وهو موضوع بعض الكلام او الكلام الأخير اللي قاله الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب الوطني عن لاعبي المنتخب او عن لاعبي مصر عامة. يعني هي الفكرة، بس مش فكرة ان هو يقول ان المستوى او ان هو ما عندوش حد او مين يستاهل ان هو يدخل المنتخب او الكلام دوت، لان حسام حسن اساسا بيحسسني ان هو يعني كان عارف في منتخب تاني، وبعدين لما جه مسك المنتخب لقى وضع تاني. انت يا حسام حسن، انت يعني اكتر مدرب درب في مصر اعتقد، يعني تقريبا مفيش نادي ما دربتوش في مصر. يعني انت اكتر بني ادم عارف اللاعب المصري، اكتر واحد عارف امكانيات اللاعيبه المصريين. وبعدين انت لما جيت عقدت على تدريب المنتخب، ما اعتقدش ان كان الموضوع بالنسبه لك مبهم. يعني انت غير اي مدرب اجنبي. المدرب الاجنبي ممكن يكون مشافش اللعيبه كويس، ممكن يكون معلوماته مش كامله، مع ان ده برضه بيبقى قليل. لكن انت بالذات ما ينفعش ان انت تقول اي مشاكل خالص. يعني انت فكرة ان انت تدي مشكلة او ان انت تحط مشكلة من دلوقتي، ده معناه ان انت بتتهرب من اي نتيجة هتحصل، او ان انت بتبعد عنك عن اي نتيجة، او تبعد نفسك عن اي نتيجة هتحصل. انت بتتهرب من انك تدخل كاس العالم، بتتهرب من ان انت تقدر ان انت تحقق شيء في بطولة افريقيا او الكلام ده. طبعا الكلام بتاعك انت بالذات غير مقبول. يعني انت اكتر بني ادم كان الناس كلها بتطالب انه يمسك منتخب مصر. وجود مدربين اجانب كانت الناس بتطالب ان انت تمسك منتخب مصر. ليه؟ لان الناس عارفة انك انت اكتر واحد عارف اللاعب المصري، وعندك معلومات جيدة عن اللاعب المصري، وعارف ازاي ان انت تقدر تشغل اللاعب المصري. انت اكتر بني ادم الناس فكرت فيه بعد فكرة او مرحلة حسن شحاتة. فعشان خاطر ان انت دلوقتي تتهرب من الموضوع وتقول اي شيء عن اللاعب المصري، فانت الموضوع بالنسبة لك المفروض ان انت عارفه كويس. في حتة تطلع عيوب او تطلع اني اجيب منين ولا الكلام ده غير مقبول. يعني الفكرة التانية ان انت اساسا يعني المفروض ان لما كنت محلل او كانوا بيجيبوك كمحلل، كنت دايما بتنتقد المدرب الاجنبي، وبتقول ان انت عندك افضل لعيبة في افريقيا، وان ازاي ان ده يبقى مستوى منتخب مصر. ايه اللي حصل بقى لما الادوار اتغيرت وبقيت انت مكان المدير الفني، واصبحت انت المدير الفني للمنتخب المصري؟ اصبح الكلام مختلف خالص، واصبح ردك مختلف خالص، واصبح رأيك مختلف خالص. الكلام اللي انت بتقوله ده اولا يجيب احباط للجميع، للعيبة كمان وللجمهور ولأي حد. يعني واضح ان انت ما فكرتش في الموضوع كويس، واضح ان حد نصحك نصيحة مش كويسة. اعتقد ان اللي انت قلته ده يعني ما فيش حد قبله. الناس قبلته بسخط او ما عجبهاش ابدا اللي انت بتقوله، لان الطبيعي جدا ان انت اخر بني ادم تقول الكلام ده. انت اكتر واحد المفروض ان انت تدي للناس امل، لان القماشة اللي موجودة عندك دي هي دي اللي موجودة، ما عندناش غيرها، وانت المفروض اكتر بني ادم عارفها ودربها وعارف عنها كل حاجة. فالمفروض ان انت رأيك يختلف عن كل اللي انت قلته ده. يا ريت تراجع نفسك وتفكر في اللي انت قلته، ولازم يكون عندك نوع من ان انت تدي للناس امل افضل من كده، عشان الناس تقف في ظهرك، ما بتبقاش الناس واقفة ضدك. وشكرا.